بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية وأمن وأمان. أيها السادة، الكوارث والفتن عندما تأتي على البشر بقدر الله عز وجل، كل ينظر إليها من منظوره الفكري أو العقدي أو الاجتماعي، والمسلم كغيره ينظر إليها ويدرسها ويأخذ العبرة منها، ومن أهمها التوبة إلى الله عز وجل. في هذا اللقاء أذكركم بجملة من أمور علينا جميعا الالتزام بها. أولا، في مثل هذه الكوارث والأوبئة كفيروس كورونا، أول ما يجب على الإنسان المسلم تصحيح العقيدة، والجزم بأنه ما من شيء في الكون صغيره وكبيره إلا وهو بيد الله عز وجل، لا يتحرك ولا يسكن إلا بإرادة ومشيئة الله عز وجل. والإيمان الجازم بأنه لا ضرر إلا ما كتبه الله وقدره، ولا نفع إلا ما قدره الله وكتبه. في وصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عباس، يقول له فيها: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الأمر يستلزم من العبد صدق التوبة إلى الله عز وجل، وصدق الالتجاء إلى المولى عز وجل. هذا هو الأمر الأول، تصحيح العقيدة بالله عز وجل. الأمر الآخر المهم وهو الأخذ بالأسباب الصحية والوقائية. هذا أمر مهم. صحيح أن كل شيء بيد الله، وأن الشفاء وعدمه بيد الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل سننا في الكون وأسبابا يجب أن تأخذ بها حتى تصل إلى المراد. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الناقة: اعقل وتوكل، خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. الرزق الله سبحانه وتعالى تكفل به لكل بني البشر، مسلمهم وكافرهم. ومع أن الله عز وجل تكفل بالرزق على الجميع، لكنه أمرنا بالسعي لطلب الرزق، فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا عندما مرض استدعى الطبيب عند مرضه. هذه نقطة مهمة جدا على المسلم، أن يأخذ بالأسباب الصحية والوقائية حتى يصل إلى ما كتبه الله عز وجل له. في القصص يقال أن عابدا يهوديا كان يعبد الله كثيرا ويدعو: اللهم لا تذرني وحيدا في هذه الدنيا. وهو يدعو على هذه الحالة سنين عدة. بعد سنين يقال أنه سمع هاتفا يقول له: اذهب فتزوج أولا. يعني ما دام أنت تطلب من الله عز وجل أن لا يترك وحيدا من دون ذرية ولا نسل، اذهب فتزوج أولا. فالنقطة الثانية هو أخذ بالأسباب. النقطة الثالثة
بعد الأخذ، وأؤكد على هذه النقطة، بعد الأخذ بالأسباب الصحية والأسباب الوقائية، اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار. لا يمكن أن يعتمد الإنسان المسلم على الدعاء والاستغفار من دون اللجوء إلى الأسباب. أولا عليك بأخذ الأسباب، ثم بعد ذلك أدعو والتجئ إلى الله عز وجل. ومن الأدعية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عثمان بن عفان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. هذا أول دعاء علينا الالتزام به. الأمر الثاني هو آيات أواخر سورة البقرة. في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شيء، لكن لا تنسى كفتاه من كل شيء بعد الأخذ بالأسباب. هذه الآيات أواخر سورة البقرة التي يقول فيها المولى عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الأمر الثالث الذي أذكركم به هو الاستغفار. مقولة جميلة للإمام علي رضي الله تعالى عنه، كان يقول: كان لنا في الأرض أمانان من عذاب الله سبحانه وتعالى، فرفع الله أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الأول الذي رفع فهو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال فيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الأمان الباقي فهو الاستغفار. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمر الرابع الذي أذكركم به في مثل هذه الأيام وهذه الأحوال أن تكونوا متفائلين ومبشرين وميسرين. للأسف الكثير أصابه الخوف والهلع، وهذا بحد ذاته مرض أخطر من مرض كورونا، فمن خوفنا من كورونا مرضنا. لذلك وبالرغم مما يشاع وما تقرأ وما تسمع لا تيأس وعش التفاؤل. أنت إذا فقدت الأمل فقد خسرت المعركة أمام كورونا والحياة. غاندي وهو الزعيم الهندي له كلمة جميلة يقول فيها: إذا ضاع منك المال فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا ضاع منك الشرف فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا ضاع منك الأمل فقد ضاع منك كل شيء. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعيادة إعرابي مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبث فيه روح الأمل والتفاؤل، فيقول له: لا بأس طهور إن شاء الله.
أي أن هذا المرض عارض، وهو إنما مكفر للسيئات ومطهر لك من الذنوب. لكن الأعرابي كان متشائما فقال: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه النظرة المتشائمة قال: هكذا فلتكن، فما لبث أن مات الرجل. إذن الحياة أيها الأحبة لا تخلو من نكد ومن مصائب، وهذه سنة من سنن الله عز وجل على البشر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في عناء، ولكن رغم هذا العناء والكبد، رغم ذلك فالذي يغري التاجر في تجارته أمله في الأرباح، والذي يبعث الطالب للجد في دراسته أمله في النجاح، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أمله في الشفاء، والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع مولاه أمله في الفوز بجنته ورضاه. عش بثقافة الأمل، وانظر إلى الجوانب الإيجابية حتى في الكوارث. نعم، حتى الكوارث ليست عذابا محضا، هي تحمل جوانب الخير والنعمة على مر التاريخ. هي كذلك، كما أنها تحمل الألم فهي تحمل في طياتها البشرى والخير أيضا. البراكين تراها كارثة وشر تقتل الآلاف من البشر ربما، لكنك تنسى أن ذلك تنفيس عن الضغط الموجود في باطن الأرض لكي تحتفظ الأرض بتوازنها فتحمي الملايين من البشر. الحروب عبر التاريخ كانت كوارث ذهب فيها الكثيرون قتلى وتشريدا، هذا صحيح ومؤلم، لكن أيضا الحروب قدمت للبشرية محاسن. غالبية الاختراعات العلمية والطبية كانت نتيجة للحروب ونتيجة للحاجة إليها، وما من حرب إلا وحصل فيها اختراعات جديدة. وحتى على المستوى السياسي الأمم كانت تتصارع، وصلت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقبلها عصبة الأمم نتيجة الحروب. فإذا عش بثقافة الأمل، فضمن الألم يوجد الأمل. الأمر الخامس الذي أذكر نفسي وإياكم به أن نحفظ ألسنتنا وفيسبوكاتنا وواتساباتنا ومواقعنا على التواصل الاجتماعي من الشائعات. لا تنشروا الإشاعات. الإشاعة تكثر في مثل هذه الأوقات، وهي خطيرة جدا على الأشخاص والمجتمعات. هذه الأخبار التي يتناقلها الناس دون مصداقية تؤثر في نفسية الإنسان وتؤثر في كيان المجتمعات، ولخطورتها على الفرد والمجتمع الإمام مسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الناس ينقلون الأخبار ويروعون المجتمع من دون أن تكون لهم أدلة. تقول له: حضرتك سمعت الخبر؟ بيقول لك لا. حضرتك رأيت الواقعة؟ بيقول لك لا. هل من مسؤول صرح به؟ بيقول لك لا. إذن فلماذا تنقل الخبر وتشيعه؟ يقول لك هكذا بيقولوا. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعمه. أي المطية هي المركوب، أي المستند، أي الدليل. يعني بئس إثبات ودليل الرجل لتناقض الأخبار أن يقولون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نذيع هذه الأخبار. والله سبحانه وتعالى وضع لنا قانونا من خلاله نتمكن من صدق الخبر أو نفيه قبل نشره. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قبل أن تنشر الخبر وقبل أن تذيعه بين الناس تأكد أن هذا الخبر فيه الصدق.
هذه جملة من الأمور أحببت أن أذكر نفسي وبكم بها في مثل هذه الأوقات. أولا، تصحيح العقيدة بالله عز وجل. الأمر الثاني، الأخذ بالأسباب. الأمر الثالث، التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار. الأمر الثالث، عش ثقافة الأمل. الأمر الخامس، دعك من نشر الإشاعات. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الناس أجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.